ومش عايزه اكد عليكم، انتوا اكيد فاهمين ده ضمنا، انه انت مش محتاج تعمل كده مع واحده الا لو انت فعلا بتحبها بجد وناوي تتجوزها، وانت مش رايح تفتح مواضيع لمجرد ان انت تتسلى بيها. بس مثلا انت خاطب واحده مثلا، حاسس انها مش مرتاحه لك، ناوي تتجوز واحده بس مش عارف تعبر لها عن اصلا اعجابك، فمش عارف تفتحها اساسا في الموضوع. فازاي تفتح مواضيع وتعرفها شخصيتك وتعرفها طريقة كلامك وتشوفك بني ادم لطيف من غير ما تحس ان انت بتضايقها او بتطاردها او تتهم مثلا ان انت بتتحرش بيها او اي حاجة. لانه ساعات جدا قلة الخبرة عند الولاد وقلة ان هو عارف ازاي يتكلم او ازاي يعبر عن نفسه بتخليه يتفهم غلط. زي ما بنات كتير بتتفهم غلط ممكن ولاد كتير تتفهم غلط. فازاي، انا هقول لكم كبنت، ازاي انت لو اتكلمت بطريقة لطيفة ممكن البنت تبصلك بشكل مختلف وتشوفك مهندم ولطيف في طريقة كلامك. طبعا في طرق انت بتبقى زي الفل وكل حاجة، بس هي مش هتعرف ان انت انسان كويس الا من طريقتك، صح؟ في طرق بقى ممكن صحابك ينصحوك بيها وتوديك في داهية خالص، او تخليك مثلا تبان قدامها عبيط او دمه تقيل او ايه ده هو بيتكلم كده ليه. الطرق دي ارجوك ابعد عنها تماما تماما تماما. زي مثلا ان انت تحاول تفتح موضوع مع واحدة ما تعرفهاش خالص خالص وتقولها انا معجب بيكي، اللي هو خابطها كده خبط لزق، انا معجب بيكي، ماتت البنت خلاص، انتهت من حياتك، اتبخرت، مش هتشوفها تاني. بلاش تسرع، بلاش تحسس اللي قدامك ان انت مش تقيل. احنا بنحب الولد التقيل مش المعقد او اللي بيدعي التقل، لا، اللي هو فعلا تقيل في نفسه، اللي هو كده يعني تحسوه رزين كده. كلنا بنحب الولد اللي هو وازن نفسه كده، مش مرمي كده. والله ترددت اقول لكم بلاش الدخله دي من كتر ما انا مش قادره اتخيل ان لسه في ناس بتستخدمها، بس مع ذلك في ناس بتستخدمها. فبلاش الدخله بتاعت عينيكي فيها حزن، عشان خلاص مبقاش ينفع تقول كده. وما تفتكرش ان انت بتروح تقول كده لواحده حتى لو هي حزينه فعلا هتشكي لك بقى وتقعد تقول لك والله اصل انا حزينه عشان كذا وكذا، ده انا ما صدقت لقيتك، ده انت حنين، انت عرفت منين. مش هيحصل. ومن اكتر الدخلات بقى الاسوأ في التاريخ دخلة عدو المرأة، اللي هي الدخلة دي بتاعت انا معترض على كل ارائك، انا مش عاجبني شكلك، انتي اصلا مش حلوة قوي، انتي مغرورة على ايه، انتي شايفة نفسك على ايه. الدخلة دي انتهت من ايام فيلم صالح سليم مع نجاة الصغيرة، لما هو كان بيعملها وحش فهي قالت ايه ده، هو ده بيعملني وحش ليه، انا لازم اهتم بيه. لا، ما بقاش في كده. والبنات يعني انت هتعملها وحش هتنفض لك خالص، خلاص مع السلامة، مش هتقعد بقى تهتم وليه انا الوحيدة اللي بيعملني وحش، ده انا كله بيترمى عليا ما عدا هو، انا بقى دخل دماغي، انا لازم اشوف هو مش معجب بيا ليه. مش هيحصل، والله العظيم والله العظيم ما هيحصل، خلاص انتهى الكلام ده في الخمسينيات. الدخلة اللي عكسها بقى ودي بتبوظ الدنيا اكتر مما تتخيل، دخلة المجاملة الاوفر. انا موافق على كل ارائك، انتي زي القمر، انتي احلى من هيفاء وهبي. افورت منك لدرجه ان هي نفسها حست ان انت بتتريق عليها. يعني ما هو برضو مش هينفع، يعني فاهم، جاملها بس مش قوي كده. هقول لكم في باقي الفيديو ازاي تجاملوا بطريقه لطيفه. هقول لكم كمان في اخر الفيديو شويه عدد كبير جدا من الاسئله اللي ممكن تسالها تفتح بيها كلام. بس قبل ما اقول لكم الاسئله دي خليني اقول لكم شويه خطوات مهمه وضروريه جدا جدا لازم تعملها قبل ما تفتح مواضيع مع واحده، اي حد انت عارفه بالفعل مش متعرفوش خالص. تمام، اول حاجه هتدخل على الفيسبوك بتاعها تدرس وتذاكر زي ما البنات بتعمل. على فكره البنات بتعمل كده، فانا بس عايزاكم تعملوا العكس. بس احنا لما بنبقى معجبين بواحد بنعمل له مسح شامل وكامل للبروفايل بتاعه، يعني اللي هو ايه، لا الله اكبر. فانا عايزاك فانا عايزاكم انتوا كاولاد تهتموا بالتفاصيل. تهتموا بالتفاصيل دي اللي هي ازاي البنت بتقعد تقولها لك وتتقمص وانت متبقاش فاهم اللي هي ايه التفاصيل. انا هقولك، تبدا تفر في كل البوستات، تفر في الكومنتس بتاعت البوست، تشوف رد على اصحابها بتقول ايه، تشوف هي عامله شير لفيلم ايه، عامله شير لكتاب ايه، عامله لايك لبيج ايه، نفسها مثلا تسافر فين، نفسها تشتري هدوم عامله ازاي من براند ايه، البراند المفضله بتاعتها، البرفيومز بتاعتها اللي بتحبها. البنات ما بتسكتش، البنات على طول قاعده تعمل شير 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 في كل حته، بتعمل شير لكل حاجه هي بتحبها. فانت ما عليك الا انك تذاكر كل الحاجات دي، تعرف ارائها عامله ازاي، افكارها عامله ازاي. طبعا المرحله بتاعت السيرش دي هتفيدك بحاجتين. لو انت حسيت ان هي مختلفه عنك قوي 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 وانه في فجوه بينكم فكريا واجتماعيا ونفسيا وذوقيا، ارجوك حاول تنسحب بشياكة من قبل ما تبدأ، الا لو انت حسيت ان هي اللي عايزة بقى تكلمك.
لكن لو انت حسيت ان في تشابه او على الاقل ارضيه مشتركه، يعني احنا بنعمل سيرش هو ليه؟ عشان نلاقي الارضيه المشتركه اللي بينك وبينها اللي تبدا منها كلام معاها. فبلاش لو انت حسيت ان هي مختلفه عنك خالص، بلاش تعمل مجهود ان انت تقرب لها، لانه فعلا حتى لو حاولت تغير فيها وهي تغير فيك هتبقوا تعسى في الاخر، لانه محدش بيتغير 100% من جواه، وكل واحد بيبقى مرتاح اكتر مع اللي شبهه. كده خلصنا السيرش والمذاكرة. تبدأ بقى تفتح مواضيع. تفتح مواضيع ازاي؟ هتنقي حاجة مشتركة، مثلا حاجة في المذاكرة، حاجة في الشغل بينكو، حاجة انت خدت بالك ان هي مهتمة بيها، بوست هي عامله له شير، بس بعيد عن السياسة، نبعد عن السياسة خالص في كل حاجة. ده حتى في العلاقات لما تيجي تفتح مواضيع بجد ما تفتحش مواضيع ممكن تتخانقوا عليها. المهم يعني هتختار موضوع في الشغل بتاعها او في الدراسة او حاجة، وتبدأ تسألها فيه، تسألها عن رأيها، طبعا اللي انت درست رأيها اساسا، بس انت هتسألها بقى عن رأيها ده. هتقول لها انا معترض معاكي في نقطه كذا وكذا، بس متفق في كذا، عشان البنات ما بتحبش كلمه انا معترض في المطلق، اي بنت ما بتحبش الكلمه دي. هتقول لها ان انت مثلا متفق معاها في نقطه كذا، وتجاملها بقى، بس ما تجاملهاش بطريقه زياده عن اللزوم تحس ان انت بتطبل لها بالبلدي. يعني بمناسبه المجامله، في سؤال بيحير كل الولاد وبجد بقوا بيخافوا مننا، عشان احنا من كتر ما احنا تعرضنا لتحرش ومضايقات وحاجات كده، فاحنا بقينا بنخاف، اللي هو بقينا متحفزين زياده عن اللزوم. لما حد بيجي يقول لنا مجامله لطيفه ممكن نبقى متحفزين كده وعاملين كده اللي هو زياده عن اللزوم، من كتر ما احنا بجد اعصابنا تعبت. وفي نفس الوقت انت مش عارف، ما بقيتش عارف، يعني من كتر ما الحياه بقت غير سويه احيانا، انت ما بقيتش عارف طب اقول مجامله ولا تتفهم تحرش ولا هتقول عليا زي التانيين ولا اعمل ايه. فانت بتبقى عايز تقول كلمه حلوه، والبنات بتحب تسمع كلمه حلوه في نفس الوقت، بس هنقولها ازاي بقى؟ يعني في فرق كبير قوي بين انك تقول لها، طبعا انت متاكد انها مش مرتبطه، ها؟ لو مرتبطه مش هتقول حاجه، ارجوك. ما ينفعش ندخل على مشاعر حد غيرنا، بلاش، عيب كده، عشان حد يبقى يحترم مشاعرك. لما انت هتبقى مرتبط ما ينفعش تروح تجامل واحده مرتبطه بحد تاني، هي حابه تسمع الكلام الحلو منه هو مش منك انت. فنخلينا كده مؤدبين ونجامل اللي هي عندها استعداد ان هي تتعرف عليك وتعرفك. هتقول لها مثلا لو انت عايز تقول لها على ميزه فيها، هتختار ميزه حقيقيه. ما ينفعش مثلا تبقى هي مناخيرها كبيره جدا وانت تقول لها انت ملامحك كلها منمنمه، انت كده بجد كانك بتتريق عليها، لانه احنا بنقعد نحلل الكلام في دماغنا، فاللي هو ما ينفعش تقول لها حاجه مش حقيقيه. اختار حاجه حلوه في ملامحها بجد، حاجه حلوه في لبسها، لون البلوزه دي حلو يكون عاجبك فعلا لون البلوزه اللي لبستها. لو لبست بلوزه تانية مش حلوه ما تتعلقش بقى، خليك انت في الحلوه، في البلوزه الحلوه، لون البلوزه دي حلوه. بس الشرط اللي يخلي المجامله ما تتحولش لتحرش او مضايقه او تبقى واخداها كده على اسنانها، ان انت تقولها بطريقه لطيفه. يعني في فرق كبير قوي ما نقول عينك حلوه قوي، عينك حلوه قوي يا بت، او تقول لها على فكره عينك حلوه قوي، على طريقه آسر ياسين كده، عارفين اللي هو وهو بيخطف الكلمه كده، اللي هو تحس ان هو يعني تقيل كده، رماها بتقل، مش اللي هو مش مستني حاجه بعد الكلمه، مش اللي هو عينك حلوه قوي طب لا، مش هنعمل كده عشان خاطري والنبي، والنبي عشان خاطري. الطريقه بتفرق جدا، نبرة كلامك وانت بتقول جملة، نفس الجملة نفس الجملة ممكن النبرة تخليها تحرش او تخليها مجاملة. تمام؟ طيب عشان المجاملة ما تبقاش فيها اي احتمال ان هي تضايقها تاني، مش هنقول بقى مجاملات عمالة على بطال. يعني انت قلت مجاملة قالت لك ميرسي مش عارفة ايه، خلاص اتكسفت البنت وخلاص وكده. كل البنات بتتكسف لما يبقى اللي بيقول لها المجاملة معجب بيها. لو اي حد تاني ماشي تمام شكرا، هي لو قالت لك ميرسي خلاص وشكرا وبتاع، او حتى طلعت جريئة وقالت لك وانت كمان شعرك شكله حلو النهارده، ايا كان كده، ما ينفعش بقى تروح تقعد تقول لها كل يوم، كل ما تشوفها كل 5 دقايق انت كذا، انت جميله، انت مش زهقت كفايه، ما تلحقهاش عشان خاطري. المجامله تتقال كده بحساب كده، وكل حته في مكانها كده. حتى على فكره ده انتوا حتى لو متجوزين، يعني اللي هو بص انا عايزه اقول لك ان كل حاجه ما بتدلدق بتبقى وحشه، كل حاجه ما بتبقى كتير بتبقى وحشه. فعشان كده احنا بجد بنحب الراجل التقيل. الراجل التقيل مش الناشف، مش اللي ما بيقولش كلام حلو ابدا، لا، اللي بيبقى عارف يقول الكلمه الحلوه امتى وازاي. ما انت ما تنقيش برضو وقت مثلا هي تكون جايه الشغل متعصبه ولا متضايقه ولا مش طايقه نفسها تقول لها عينيكي حلوه قوي، ده يقطع عيني على عينك يا جدع. في نقطه كمان مهمه قوي في انك تفتح مواضيع، دايما استخدم جمل شيك كده، زي اللي هو فاضيه اكلمك دلوقتي، فاضيه ولا مشغوله، ينفع اكلمك دلوقتي. حتى لو انتوا بقالكوا فتره عارفين بعض، تحب تحس انه انت جوه حياتها، بس هي في نفس الوقت مختاراك. طول ما هي حاسه ان هي مختاراك ومش مغصوبه عليك وانت مش فارض نفسك عليها،
بتحس ان هي اللي عايزاك، ان هي عايزه تكلمك، ان هي ايه ده راح فين النهارده، انا افتقدته قوي النهارده. مش تحس ان انت مرمي كده وملزوق، كل ما تفتح التليفون تلاقيك وايه بقى واتصل تاني 20 مره تاني، تبقى بترد كانه واجب. بلاش تحسسها ان انا لازم اكلمك دلوقتي، انا كده كده هتصل دلوقتي، بلاش. الا لو هي قالت لك لا خد راحتك واتصل بيا في اي وقت، هي اللي تقرر. طيب حاجه تانية البنات كلها بتحبها منذ فجر التاريخ، هي طبيعه وفطره فينا. اعرض المساعده، الشهامه. انك انت مثلا لقيتها كده وانت بتعمل السيرش بتاعك كده، لقيتها مثلا مزنوقه في ميكانيكي، مزنوقه مثلا في حاجه، عايزه تحجز في مكان ومش عارفه تحجز، ما عندهاش حد جوه المكان يحجز لها. اعرض بقى ان انت تساعدها، وان انت والله انا هحجز لك انت واصحابك النهارده ومش هاجي معاكم ومش هفرض نفسي عليكم. بتحس ان انت شهم الشهامه المطلقه دي. الموضوع ده بيشدنا جدا، بس بشرط اولا ان انت ما تبقاش ملفق المساعده دي، لان بجد بقينا بناخد بالنا، ودي اكتر حاجه بتقفل البنات واكتر دخله مهروشه بتقفل البنات في العالم، ان انت تلفق لها مشكله وتحلها لها. وحشه قوي، وحشه ورخيصه. وهعمل فيديو مخصوص عنها للمرضى النفسيين اللي بيعملوا كده، اللي هو يعمل لها مشكله ويروح يساعدها فيها، يا يخرب بيت كده. فلو انت عرضت عليها المساعده كشهامه وانت مش منتظر حاجه، ده هيخليها تشوفك احلى. بس لو دي شخصيتك الحقيقيه ما تدعيش في الحقيقة. طبعا بعد ما هتعرض المساعده الغير مشروطه هتختفي وتستنى هي اللي تكلمك خطوتين لورا كده، تستنى هي اللي تكلمك تشكرك. زي ما الشهامه بتجذبنا جدا، احساس الامومه اللي جوه كل ست، احساس انا المنقذه ومش عارفه ايه، بس على خفيف. زي ما ممكن تعرض عليه المساعده في حاجه هي محتاجاها، انت ممكن تطلب منها المساعده، او ان هي ترشح لك حاجه، ترشح لك كتاب، تدلك على مكان سافرته مثلا وعجبها فترشحه لك، تاخد رايها في حاجه، تحسسها ان ليها راي. الست بتحب تحس ان رايها فعلا انت هتعمل بيه، وبتحب تحس ان هي عملت حاجه لحد، وان هي فعلا يعني مثلا انت كنت في موقف فهي كلمت لك حد ساعدك او حاجه. بنحب نحس ده، بس الفرق بين المساعده وانك تعتمد عليها فرق كبير. فاوعى تحسس الست انك بتعتمد عليها او ان انت عال عليها، بس ممكن تحسسها انها ساعدتك في حاجه، هتبقى مبسوطه جدا. ارميلها في نص الكلام بشكل غير مباشر المعلومات اللي هي عايزه تعرفها، حالتك الاجتماعيه، وضعك في الشغل، ساكن فين، عايش ازاي، الحاجات دي هي بتبقى نفسها تسالها، عشان احنا الستات والبنات عندنا فضول رهيب. فما تخليهاش تبقى في حرج انه هسال ازاي. انت ارميلها المعلومات كده، المعلومات اللي هي الاساسيه كلها ارميها لها في الكلام. ودي مش تفاهه ولا عنصريه ولا اي حاجه، زي ما انت شفتها كده وشفت الحاجات الاساسيه بالنسبه لك واخترت بناء عليها، هي برضو محتاجه تعرف الحاجات الاساسيه عشان تعرف انتوا مناسبين لبعض ولا لا. طبعا بما انه احنا بنتكلم ان انت جد في الموضوع ده وبتتعرف عليها بهدف ان انت تتجوزها، مش بهدف ان انت تتسلى وخلاص. لو بتكتب لها رساله على الموبايل خلي بالك من الاخطاء الاملائيه. لو هي لسه متعرفكش كويس، متعرفش دي اخطاء املائيه بجد ولا مشكله في التعليم، فحاول تكتب كويس. يعني حاول تدي الموضوع وقت كده واهتمام وتكتب كويس، مش وانت بتاكل ولو انت نايم ولو انت سايق. اكتب لها كده رساله كده اللي هو تقعد تبص عليها كده، ايه الواد ده، ايه الواد الجميل ده. بعد كده بقى اما تتعرفوا على بعض اعمل اخطاء املائيه براحتك يا عم ولا يهمك، بس هتبقى فاهمه ان انت مستعجل، مش اللي هو ايه ده هو بيكتب كده ليه. الاخطاء الشائعه زي مثلا تقول لها فونك، واتس، قول لها تليفونك. بلاش الاختصارات اللي هي ممكن تبينك قدامها بشكل معين كده، مش عايزه اقول يعني قليل، بس اللي هو خلينا نكتب صح. عامله ايه، هي عاميه بس فيها خطأ املائي شائع كده حتى بالعاميه. عامله ايه الف يه، لا عامله ايه الف يه ه. بتقولي ايه، في ناس بتكتبها بتقولي الف ه، لا بتقولي ايه يا جماعه، ايه الف يه ه. وطبعا يفضل لو ما تعرفش شخصيتها كويس يا تكتب بالعربي يا تكتب بالانجليش، الا لو هي بدات بالفرنكو اكتب لها فرنكو براحتك يا عم لو انت عايز، بس بلاش تبدا انت كتابه بالفرنكو، لانه بجد في بنات او في بعض الناس يعني بتقرا الفرنكو كده. انا مش عارف افتح عيني في الشمس النهارده، فيعني ده ممكن يقفلها سنه صغيره، يقفل بعض البنات مش كلهم طبعا، ممكن يقفلها سنه كده تحس انه يعني انت رقيق شويه او كيوت شويه زياده عن اللزوم. مهم مش عايزه حد كيوت زياده عن اللزوم، وانت ممكن ما تكونش كيوت ولا حاجه، بس هي خدت الانطباع ده من مجرد طريقه كتابتك، فاحنا لسه بنتعرف، ممكن غصب عنها تاخد انطباع مش حقيقي، فبلاش نتجنبه، خلينا نكتب كتابه طبيعيه بطريقه صح وخلاص.
هزر. البنات بتحب الدم الخفيف، بس هزر هزار خفيف، هزار مش عليها هي، مش عنها هي مش موضوع الهزار. ممكن تهزر على حاجة عن حاجة. طبعا هزار ما فيهوش اي الفاظ، ما فيهوش اي كلمات خارجة، ما فيهوش اي حاجة. ما تفترضش الخطوط الحمراء بتاعتها. انت امشي على الخطوط الحمراء اللي احنا عارفين ان هي متعارف عليها. يعني ما تفترضش مثلا ان هي بتلبس بطريقه معينه يبقى انا هزر معاها هزار مفتوح. مش عارفه ايه، هزرت مع صاحبتها، انا لمحتها سمعتها كده بتهزر مع صاحبتها هزار زياده شويه، يبقى انا بقى هزر زي صاحبتها. لا، صاحبتها دي ممكن تكون عارفاها من وهي بيبي، ممكن تكون عارفاها من 20 سنه، ممكن تكون عايزه تهزر كده بينها وبين صاحبتها بس. ما تفترضش انت خطوطك الحمراء في حياتها. سيبها هي تحط لك الخطوط دي وامشي عليها. اي راجل محترم بيعمل كده. مش بس الخطوط الحمراء، ما تديش لنفسك صفة في حياتها هي ما اديتها لكش. يعني ما ينفعش مثلا بعد شوية من الكلام او من انكم بتتكلموا تقول لها ايه ده، هو احنا مش خلاص بقينا اصحاب؟ ايه ده انت ما ردتيش عليا بقالك نص ساعة ليه؟ كنت فين يا هانم؟ لا، ما ينفعش تدي لنفسك مساحه هي لسه ما اديتهالكش. الا لو انت هتقول لها انا عايزه ارتبط بيكي رسمي، فانا عايزه اخد مساحه في حياتك، فانت بتطلب المساحه برضو ومش بتديها لنفسك. انت في كل الاحوال ما تقدرش تدي لنفسك مساحه هي مش هتديها لك. ما تعتمدش على العشم، وما تعتمدش على خيالك، وما تعتمدش على اللي المفترض يكون في دماغك. اعتمد على الواقع. اخر واهم نقطه، خليك دايما محضر نفسك ومهيئ نفسك نفسيا ان انتوا بتفتحوا مواضيع عشان تعرفوا انتوا مناسبين لبعض ولا لا في الاول وفي الاخر. مش عشان طالما فتحتوا مواضيع يبقى انت خلاص لازم تبقى قدرها مدى الحياة وهي قدرك مدى الحياة. لا، انتوا بتتعرفوا علشان تحددوا انتوا ينفع تكملوا مع بعض ولا لا. فتقبل تماما انه ممكن بعد ما تفتحوا مواضيع مع بعض وتتكلموا وتتناقشوا وبتاع، انت تحس ان هي مش عاجباك فتمشي، او هي تحس ان انت يعني زي اخوها او مش عاجبها قوي او مش اللي كانت بتحلم بيه فتنسحب وتمشي. ففي الحالة دي انسحب بشياكة. لو لقيتها ما بتردش كذا مرة ورا بعض، لو لقيتها بتتجنب تكلمك او بدأت تكلمك بطريقة فورمال شوية او رسمية او اللي هو بتقطم في الكلام، او حسيت ان هي بتبقى متضايقة مش مرتاحة وهي بتكلمك، انسحب بشياكة. ساعات كتير قوي 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 بجد في بنات بتتعلق بالشخص وبتعجب بيه وبتقدر قيمته بعد ما ينسحب. اللي هو هي بتحس ان ايه ده كان محترم، ده مشي بهدوء وبشياكة وما ضايقنيش وهو بيمشي وما لحقنيش وما حسش برغبة انتقامية ناحيتي، ولا هو ما رفضتني تبقى وحشة هاجمها ولا ضايقها فاحنا بنقدر النوع ده جدا. فهي بجد لو انت انسحبت بشياكة، يا هتشوفك انسان محترم وتفضل تفتكرك بالخير طول عمرها، يا ممكن ترجع تعجب بيك تاني. اللي هو ايه ده انسحب بشياكة، ده بهدوء كده، ايه ده مختلف. فعشان كده انسحب بشياكة، خد خطوتين كده بهدوء، ما تضايقهاش، ما تقولش كلام يضايقها، ما تلحقهاش، ما تصدقش من هنا تطلع لها من هنا. بقى بلاش الجو ده، بلاش الجو ده. الجو ده بيخلي لو كان في احتمال 1% ان هي تعجب بيك هتقفل 200%. اقول لك بقى شويه اسئله بسيطه ممكن تفتح بيها كلام وتلاقي الرد مش او لا. يعني تجنب تماما الاسئله اللي هي ردها لا. اسال الاسئله اللي ردها بيبقى رغي بقى، فاهم؟ اللي هو ردها بيبقى موضوع تعبير وينفع تبني عليها اسئله تانية. وعلى فكره الاسئله دي كمان البنات ممكن تستخدمها، يعني ممكن الولاد تستخدمها والبنات تستخدمها. ممكن تقولها مثلا بتابعي مين على السوشيال ميديا، ايه اخر فيديو كوميدي شفتيه وضحكك، بتعملي ايه في الويك اند، ايه اكتر 3 كلمات بتوصفك. البنات بتحب قوي الاسئله اللي تحسسها انها نجمه في نفسها كده. اللي هو عارف الاسئله بتاعت الحوارات السينمائيه دي بنحبها جدا. ايه الرقم المفضل بتاعك واشمعنى؟ ده هتستخدمه كتير بقى لو انتوا فعلا خلاص كملتوا مع بعض. هتستخدمه بقى في الحجوزات، في الحاجات اللمسات البسيطه دي اللي هي التفاصيل. اللي هو لما تعمل لها حاجه يبقى عليها الرقم، بتحب رقم 7 فتجيب لها مش عارفه حاجه عليها رقم 7 كده. يعني بنحب الحاجات دي قوي. بتربي حيوانات، اساميهم ايه؟ طبعا لو هي فعلا طلعت بتحب الحيوانات انت كده هتقعد ترغي بقى معاك للصبح بقى. يعني موضوع بقى شيق بالنسبه لها. ايه احلى حاجه بتحبيها في شغلك؟ لو هي بقى ناجحه وبتحب نجاحها وبتاع، هتلاقيها بترغي اكتر من نجلاء في مسلسل ب100 وجه. لو حياتك فيلم، تحبي الانترو بتاعها يبقى اغنيه ايه بقى؟ وتبداوا تتكلموا عن الاغاني والتسعينيات واغاني عمرو دياب واغاني مش عارفه مين، كل حاجه. السؤال ده بقى البنات اليومين دول بقوا بيحبوه قوي. لو جالك الفرصه تفتحي مشروع هتعملي مشروع ايه؟ لان البنات ما بقتش سندريلا بقى اللي بتحلم بامير يعملها كل حاجه. لا، البنات نفسها هي تعمل نفسها حاجه. فاسمع دماغها. ممكن تسالها مين الممثل المفضل بتاعك ومين المطرب المفضل بتاعك، وحاول ما تغيرش منه. حاول بقى مش ما تقولك اسم ممثل تقول لا ده شكله وحش قوي، ده مش عارفه ايه. لا، حاول نهدى كده وتبقى لطيف وانت بتتكلم وتقول لها ده انا شفت له كذا، بين لها بقى ان انت مثقف بقى، فاهم؟ ايه اكتر حاجه فرحتك في حياتك
ومين اغلى شخص عندك. عشان ايه بقى؟ عشان لو فعلا كملتوا مع بعض تعلي بقى على الحاجه اللي فرحتها دي وتعمل حاجه تفرحها اكتر. انت اولا بتفتح مواضيع، ثانيا بتعرف حاجات تبني عليها. مين اكتر حد اثر في حياتك؟ ايه الحاجه اللي ما تستغنيش عنها في شنطتك وبتروحي بيها كل مكان؟ كان في مره واحد بيحب واحده جدا، فهي كانت بتحب لون درجه روج معينه، بس بتغير الوان الروج بتاعها حسب لبسها، بس لما بتنسى الروج بتتضايق جدا. تفصيله عبيطه، بس كانت في مره ناسيه الروج بتاعها ولقيته جايب الدرجه اللي هي بتحبها وشايلها معاه في جيبه، اللي هو كل ما بتنسى الروج بتلاقي الروج بتاعها معاه، الروج هو جايبه معاه. فاللي هو التفاصيل الصغيره دي والله العظيم انتوا بتشوفوها تافهه، بس احنا يا بنبني عليها قصص. يعني ايه اكتر حاجه ما بتحبيهاش في الناس؟ طبعا مش هتعملها بقى الحاجات دي ما تعرفها، طبعا هتقعد تحكي لك بقى مامتها ولدتها ازاي وسمتها ايه ومين اختار لها اسمها، تفتح معاك في الكلام. لو عندك فضول تعرفي حاجه في المستقبل تحبي تكون ايه، اقعد بقى افكر معاها وبتاع وخطط معاها. ايه الحاجه اللي بتغير مودك للاحسن؟ ايه اكتر حاجة بتخافي منها؟ ايه احلى هدية جاتلك في عيد ميلادك؟ ايه المسلسل اللي بتحبي تتابعيه وايه البرنامج اللي بتحبي تتابعيه؟ ايه الكرتون اللي كنتي بتشوفيه وانتي صغيرة؟ ايه اليوم المثالي في حياتك عامل ازاي وبتعملي ايه فيه من اول ما تصحي لغاية ما تنامي؟ اخر كتاب قريتيه ورأيك فيه ايه؟ رشحي لي كتاب انا اقراه. اكتر لعبة بتحبيها على الموبايل؟ بتروحي جيم ولا لا؟ لما تروحي جيم بتتمرني مع ترينر ولا بتتمرني لوحدك؟ وايه التمرين اللي مش عارفة تعمليه لغاية دلوقتي؟ ايه اكلتك المفضلة؟ وايه اوحش مطعم روحتيه في حياتك؟ اسألها اسئلة غريبة، اسئلة اللي هو تحس انه في حاجة غريبة كده، انا عايز تحكي ان ما حدش سالها الاسئله دي قبل كده، سالها كانها نجمه. بتحبي تقعدي فين لما تسافري؟ اوتيل ولا كامب ولا بتقعدي فين؟ ليه بقى؟ السؤال ده برضو هيحدد انتوا شخصيتكم متشابهه ولا لا. في ناس بتحب البساطه والانطلاق والتجارب ومش عارفه ايه، وناس بتحب الرفاهيه وان هي تقعد كده راكزه في نفس المكان اللي بتروحه كل مره عشان ضامنه. طبعا والاسئله كتير كتير كتير، وفي اسئله هتبني عليها اسئله، وهي اكيد هتسالك بقى بالتبادل. لو هي معجبه بيك وبتبادلك الاعجاب، لو قطمت خلاص بقى نفهم ان هي مش عايزاك، او هي انت حلو وكويس وكل حاجه بس هي مفيش كيمياء.